هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ وعايزة اعيد على كل حبايبي الحلوين معايا في القناة. كل سنة بقى وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. بصوا بقى، يعني عاملة حاجات جميلة جدا ودلع، يعني بصوا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزاكم بقى تسموا على الله وتقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات بقى كل سنه وانت طيبه يا كوكي بديكورات رمضان الحلوه. وخلاص رمضان فاضل له يعني ايام بسيطه، يعني مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم امتى بصراحه، بس ايه، اول حاجه انا عندي هنا دي دخلت المطبخ عندي زي ما انتم عارفين، مطبخ فتحه عندي على الطرقه اهو حبايبي، فتحه عندي على الطرقه، وهنا السفرة حطاها، وعندي هنا الباسكت حطاه كده، والسفرة بقى بتاعتي شلت كل الحاجات اللي عليها، حطيت مفرش شفاف تمام. ودي الكوسترات اللي كنت وريتها لكم اهي، حطاها على الترابيزه بالشكل ده تحت المفرش اللي هو الشفاف المشمع ده. وعندي هنا دي العياشه دي حاطه برضو عليها الحاجات دي انا اللي عاملاها حطاها، وجواها برضو الستاند ده. وعلى السفره حاطه برضو الرف ده بتاع ايكيا، وعليه الفانوس الابيض الطاعم ده. وده اسمهم ايه لو زيكا وزكي، مش عارفه، اللي فاكر اسمه يقول لي تحت في الكومنتات. وهنا صينيه برضو جميله جدا، بصوا دي صينيه معدن بحط فيها الفاكهه بقى اول حاجه. عندي هنا بقى الديكور على الحيطه برضو، دول كانوا من بينجو مكتوب عليهم يا اولاد الحلال، برضو براويز حلوه جدا. ودي كوسترات حاطه واحد هنا وحاطه واحد هنا. وعندي هنا ده الكف خشب ونازل منه هي التنزيل دي، وده برواز بوجي وطمطم شكله طعم جدا. وعندي هنا بقى البرواز ده بتاع الليله الكبيره. وهنا ده عندي جوانتي وماسك وفوطه عشان انشف فيها ايه فيها ايدي وكده. ودي القاروره بتاعه الميه، ودي بتاعه الرز حاطه فيها الرز وكده. وده عندي هنا البراده، وفوق عندي هنا عامله الفوانيس بقى، شلت بقى الزرع والحاجات دي وحطيت عندي فوانيس وبرده اضاءه جميله قوي. والجزء ده بقى بتاع الحوض، بصوا انا مش حاطه سجاده بصراحه لان ما عنديش حاجه لايقه عليها، فحطيت المشايه الصفرة دي فيها برضو حاجات صفرة، فقلت عادي تبقى تمام. بصوا شكلها شغال يعني. والارض خليتها فاضيه خالص تماما يعني. وده الجزء بقى بتاع الثلاجه اهو، حاطه بقى المجماتك كلها بتاعت رمضان اهي، بوجي وطمطم وعم شكشك وفنانير كل حاجه. بصوا زيكا وزكي تقريبا اسمهم كده. وبصوا برضو ده جميل جدا، عليها فوالة والمغرفة. وهنا ده دياستي وبسنت فحلو قوي. ودي مشنة عليها طماطم، ودي هنا برضو زي شابوخوس كده شكلها حلو. بصوا الحركات اللي انا عاملاها عند الاقفال. ودي حاطه هنا عندي عند الكمر بقى هنا كده بقى، بصوا حاطه عندي هنا الزينه دي برضو جميله جدا، واللمض الملونه دي لمض صغننه كده ملونه شكلها حلو قوي، فمديه روح بصراحه للمطبخ. عندي الجزء ده الانبوبه طبعا من ورا يعني ربنا يعفوكم على المنظر. وبتاعه البصل والثوم. وعلى الميكرويف حاطه برده كوستر من الكوسترات دي، فشكلها حلو قوي. انا ازود لكم الاضاءه اهو، حاطه الكوستر. وعندي هنا الكوبايات بتاعه رمضان كلها اللي هنستخدمها ان شاء الله، وحطها بالطريقه دي، والمناديل تمام. عندي هنا بقى الرخامه الاولانيه عندي يعني ايه، متقسمه الرخامه دي ومتقسمه الرخامه دي. هتعلقوا لي على المنظر ده معلش عشان البيبان عندي لسه عايزه تتركب، فانا حطها كده دلوقتي. الرخامه خليها سيمبل خالص خالص السنه دي، عامله ستيكر اللي هو الابيض اللي انا عاملاه ده. وحاطه عندي هنا الفوانيس دي شكلها طعم جدا. وعندي هنا برضو بوجي وطمطم ودياستي في النص، دي حوامل خشب. وعندي هنا كوستر من الكوسترات حطيته هنا ورا البرواز اللي هو التركي اللي كنت حطاه، حطيته عليه باللزق الدبل فيس. وهنا عندي البوتاجاز. وايه كمان الرخامه بقى هنا عامله حاطه عندي هنا طقم التوابل وفنانيس وستاند فطوطه وفانوس احمر. وبرده ده حاطه فيه ماجي بس خلصانها بقى املاها ان شاء الله. والصينيه دي برده لذيذه جدا، ممكن تحط فيها بقى اليميش او مكسرات او
التسالي وكده في رمضان، فحلو قوي. وهنا عندي البرواز ده، بصوا شكله حلو جدا، ده خشب، والبرواز الموف ده، وده كمان، والشفشق ده برضو طعم قوي بلاستيك، ومن جوه الكوبايات بتاعته بصوا اهي كوباياته كلها جوه، وده شكله حلو قوي. وعندي برضو الطقم الابيض بتاعه، هوريكم الكوبايات بتاعته كمان شويه، والمعالق والشوك. وهنا برضو حاطه فيه، وهنا المنشفه الصفراء وزرعه، وعلى الستاره حطت بقى هلال ونجمه مضيئين بالشكل ده. فبصوا بقى ده شكل المطبخ بتاعي اهو. ودي الكوبايات اللي كنت بقول لكم عليها اهي اهي يا حبايبي، دي شكلها طعمه جدا. برضو ممكن نشرب فيها العصاير بتاعتنا على السفره. فقولوا لي رايكم. والجزء برضو بتاع الحيطه ده هل حلو ولا لا، وفي حاجه ناقصه، حاجه زايده، حاجه شكلها مش حلو، قولوا لي عليها مثلا اشيلها. انا بحب رايكم جدا، واتمنى تدعموني وتكتبوا لي تحت في الكومنتات بقى رايكم. بصوا ده شكل المطبخ بقى النهائي. الطرقه بصوا بقى، انا حاطه عندي هنا الزينه تمام بالشكل ده. الطرقه عندي بقى انا عايزه اوريكم انا عامله فيها ايه. تعالوا نمشي قدام شويه كده. حاطه عندي هنا الزينه دي اهي حبايبي، النور. الزينه دي حطاها شكلها حلو قوي. وفي الوش احط هنا الزرعه دي، وهنا عندي حاطه الستاند ده اللي هو البرواز الهلال، عليه برضو شخصيات الهلال الكبيره ومكتوب عليه رمضان كريم. والفانوس ده برضو ازاز بصوا مضيء، شكله طعم جدا. وهنا بقى اوضه البنات تمام. والزينه دي بقى واخده الحيطه كلها، بصوا واخده الحيطه كلها بتاعه الطرقه، بس مش عامله اي حاجه تانية خالص. حتى السجاده شلتها، مش حاطه سجاده. وشغلت بس الليد بروفايل ده ومخليه الزرع. فده شكل المطبخ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تدعموني بقى وتعملوا لي لايكات كتير قوي. عايزه تشجيع جامد جدا عشان نعمل بقى روتينات حلوه قوي، ونعمل السحور والفطور والكلام ده كله بقى في المطبخ ان شاء الله. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتشجعوني جدا جدا. وقولوا رايكم، هل المطبخ كده حلو ولا كان ايام ما كنت بعمله خيامي واحمر كده الاول كان احلى، ولا كده احلى؟ انا حاسه ان كده حاجه جديده ومختلفه بصراحه. يعني انا عاجبني الجزء بتاع السفره ده جدا، حسيته جديد. وكمان البرويز دي شكلها تحفه ومميز جدا. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تحطوا لي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، اهم حاجه يا بنات. وعايزه اقول لكم في نهايه الفيديو كل سنه وانتم طيبين، وهتوحشوني جدا جدا. ويلا نلتقي الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير. باي باي. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين.